مستني ال 1600 جنيه على بطاقة التموين ومش لاقيهم؟ مش لوحدك، ناس كتير مستغربة ليه المنحة ظهرت لناس وناس لا. الحقيقة إن الدولة أعلنت عن منحة تموينية إضافية للفئات الأكثر احتياجا قيمتها 400 جنيه كل شهر، وده لمدة 4 شهور، يعني إجمالي 1600 جنيه على البطاقة. لكن الدعم ده مش لكل البطاقات، هو موجه لفئات محددة حسب قواعد الاستحقاق. طيب تعرف إزاي إنك مستحق؟ لو أنت من المستفيدين هيوصل لك رسالة SMS على رقمك المسجل، أو هتشوف المبلغ ظاهر لما تصرف الخبز او السلع التموينيه. وكمان تقدر تستعلم من بوابه دعم مصر. طيب لو ما جالكش حاجه، ده معناه ان بطاقتك مش ضمن الفئات المستهدفه حاليا، ومفيش اي طريقه تضيف نفسك بالاتصال بالخط الساخن او تقديم شكوى. الكلام ده اشاعات ومش بيخليك تاخد المنحه. المنحه بتتصرف على سلع اساسيه زي الزيت والسكر والرز، وتقدر تصرفها على اجزاء مش مره واحده من منافذ التموين المعتمده. الدعم مستمر لحد عيد الاضحى للاسر الاكثر احتياجا ضمن خطه الحمايه الاجتماعيه لتخفيف الاعباء في الظروف الاقتصاديه الحاليه. قول لنا بقى، المنحة ظهرت عندك ولا لسه؟